السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم حيث النبض جزائري والروح خضراء. السؤال الذي يشغل كل الجزائريين اليوم: ما هي التشكيلة التي ستقودنا لحسم التأهل أمام الكونغو؟ هل يفاجئ بيتكوفيتش الجميع؟ ولماذا يصر على بغداد بنجاح رغم كل الانتقادات؟ الإجابة معنا الآن، فابقوا معنا للنهاية. قبل الدخول في الأسماء، لابد أن نتوقف عند نقطة حساسة: التحكيم. القلق من الحكم المصري محمد معروف مفهوم ومبرر، خاصة مع تاريخنا المؤلم مع التحكيم الإفريقي. هنا يأتي دور الإدارة، ودور رئيس الفاف وليد صادي، الذي يجب أن يتحرك بقوة لحماية حقوق المنتخب والضغط على الكاف لضمان حيادية الطاقم التحكيمي ومراقبة دقيقة لكل قرارات الفار. نحن نثق في لاعبينا داخل الملعب، لكن الحذر خارج الملعب واجب. والآن نبدأ التشكيلة المتوقعة. في حراسة المرمى لوكا زيدان، حارس قدم مستوى كبيرا في دور المجموعات، تركيز، ثقة وردود فعل ممتازة. حافظ على نظافة شباكه في مباراتين، واليوم هو رجل المواعيد الكبرى لحراسة عرين الخضر. ننتقل إلى خط الدفاع. في الجهة اليمنى رفيق بالغالي، انضباط تكتيكي، جاهزية بدنية عالية، ودعم هجومي عند الحاجة. بيتكوفيتش يريد لاعبا جاهزا 100%. في قلب الدفاع الصخرة عيسى ماندي، وبجانبه المحارب رامي بن سبعيني. ثنائية خبرة وانسجام، جدار صلب وسبب رئيسي في قوة دفاع المنتخب. وفي الجهة اليسرى ريان آيت نوري، ظهير عصري، صعود مستمر واختراقات قادرة على قلب موازين المباراة. نصل الآن إلى خط الوسط، معركة السيطرة. ثنائي الارتكاز، إسماعيل بن ناصر وهشام بوداوي. بن ناصر هو العقل المفكر، يوزع اللعب ويكسر هجمات الخصم، وبوداوي هو الدينامو، ضغط، جري وربط مثالي بين الخطوط. ثنائي سيحسم إيقاع المباراة. أمامهما مفاجأة محتملة: إبراهيم مازا، حيوية، جرأة، مراوغة وهدف في دور المجموعات. لاعب قادر على فك شفرة الدفاع الكونغولي من العمق. والآن إلى خط الهجوم حيث الحسم. في الجهة اليمنى والقائد رياض محرز، ساحر الكرة، صانع الفرحة، والرجل الذي يعرف كيف يقود المنتخب في اللحظات الكبرى. كل العيون عليه اليوم. في قلب الهجوم بغداد بنجاح، وهنا بيت القصيد. بغداد ليس مجرد هداف، بل مقاتل بدني، محطة ارتكاز، يرهق الدفاع ويفتح المساحات لزملائه. في مباريات كهذه القوة والخبرة تصنع الفارق. وفي الجهة اليسرى محمد الأمين عمورة، السهم الناري، السرعة القاتلة، والانطلاقات التي لا تمسك، مصدر رعب لأي دفاع. هذه هي التشكيلة المتوقعة، تشكيلة تجمع بين الخبرة، القوة والحيوية، قادرة على فرض الشخصية وحسم التأهل بإذن الله. والآن دوركم أنتم، هل تتفقون مع هذه التشكيلة؟ من هو اللاعب الذي سيصنع الفارق اليوم؟ اكتبوا آراءكم في التعليقات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ديما الجزائر والخضرة فوق الجميع.